طبقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق بضرورة التدارك الفوري لبعض النقائص عبر المؤسسات التربوية، بادرت بلدية بلجيل بتسجيل عدة عمليات خصت بها المدارس من أشغال وترميم وصيانة وتهيئة المدارس، وكذا أشغال توسيع بإشراف مباشر من السيد الوالي، ومتابعة ميدانية من طرف رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث مست أشغال مدرسة الشهيد درعي محمد وبرياح ستي وبجدة مهريش وشرفاوي عبد القادر، حيث مست الأشغال المساكة الأقسام الطلاء، المراجعة لشبكة الكهرباء والترصيص وساحات الاستراحة وملاعب رياضية وأشغال توسعة 6 أقسام. كما حظي الإطعام المدرسي بجانب الأشغال من حيث تهيئتها وإنشاء مطاعم جديدة مدرسة الشرفاوي عبد القادر، إضافة إلى التدفئة المركزية التي تحظى بمتابعة يومية لتشغيلها ومراقبتها في إصلاح الأعطاب في الوقت المناسب، إضافة إلى جهود البلدية في التهيئة الحضرية لمست جميع أحياء البلدية والتي تسير على قدم وساق. إن تغييرات والحمد لله على هذا المشروع اللي الأطفال تاعنا والأولاد تاعنا كانوا في غبينة، وكان المدرسة في حالة كارثية، واليوم الحمد لله الأشغال راهي شابة ومدرسة تخرج إن شاء الله الأطفال، وأشغال جات في وقت العطلة، في وقت العطلة هذه، وإن شاء الله تكمل قبل العطلة ويفرحوا التلاميذ ويفرحوا كاع أولياء التلاميذ.